السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد، فيديو موجه للناس اللي باغا تطلع لدولة اسبانيا سياحة. اخوتي الوثائق الشاملة بهذا الخصوص اخوتي مع نصائح جد مهمة. واحد 3 الوثائق ولا 4 الوثائق هما اخوتي مهمين بزاف، خاصك تركز لي عليهم. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم كلشي بالتفصيل، وثائق كيفاش يعني تروج الكونت ديالك، هاد المسائل كاملة كلشي غادي يتوضح في هذا الفيديو. جاست الا كنتي اخويا مسالي تفرج في هذا الفيديو، حضر معايا واحد ورقه وستيلو وقيد معايا اي معلومه، اي وثيقه كنقولها لك، اي نصيحه كنقولها لك سجلها دونها، لانه ملي تجي تدفع الفيزا غتلقى راسك واجد ناضي كناضي. هذا الفيديو غادي يغنيك على جميع الفيديوهات اللي كاينين في اليوتيوب، فيسبوك، المهم مواقع التواصل الاجتماعي. جاست اللي عليك اخويا واختي كيما قلت لك، حضر معايا ورقه وستيلو وسجل معايا المعلومات وتبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تزقد حتى شي نصيحه، لانه اي نصيحه كتزقدها فكتعتبر نقطه مهمه تقدر تادي بك انه الدوسي ديالك ما يتقبلش ويترفض في القنصليه. بالمناسبه الا كنتي اول مره كتشاهد هذه الوجهه هذه ولا هذه القناه اخويا ولا اختي، ما تنساش تخلي لنا واحد الاشتراك، اعجاب الفيديو الا عجبك الفيديو، وشارك الفيديو مع الاصدقاء ديالك. ويلا ندخلوا في صلب الموضوع. اول حاجه اخواني واخواتي، الوثائق اللي كتطلبهم دوله اسبانيا راكم عارفين هما يعني جميع دول اسباس شينغن عندهم واحد الوثائق معروفين اخوتي كما راكم عارفين. باسبور يكون سهل المفعول، تكون فيه اكثر من تكون فيه اكثر من 3 شهور، لا تاريخ يعني هو يعني تاريخ وفاه ديال مده التاشيره اللي مشيتي بها لدوله اسبانيا. شنو ثاني؟ جوج صور شمسيين اخوتي راكم عارفين، كتعلموا المصور كتقول له صورني، صور على حساب التاشيره شينغن. تامين السفر، حجز الاوتيل، شهاده العمل، حجز بي ديال هذاك ديال الطيران الي او روتور، لاسيرونس دو فواياج. الفورميلير اللي اول حاجه اخوتي نسيت ما قلتلوش لكم في الاول، الفورميلير هو اول حاجه كتعمرو، هو الاول كتعمرو. كاين واحد جوج وثائق ديال لي فورميلير، كتدخل السيت غنخلي لكم هنا، كتدخل للسيت هذا وكتعمر الفورميلير ديالك بجميع المعلومات وما تكونش ناقص حتى شي معلومه، وكلشي يكون اكزاكت صحيح بالتصحيح. شهاده العمل، شهاده الاجازه، شهاده الاجر، لا سي ان اس اس، هادشي كامل دابا غندخل لكم كيفاش. دابا هادو غير الوثائق، اغلبيه الناس عارفين هاد الوثائق هادو، ولكن شنو هي الحاجه اللي غادي يشوفها القنصل يعني وغادي تاكد لي بانه انت راك غادي لدوله اسبانيا من اجل السياحه، ماشي من اجل انك باغي تمشي باش تحرق الفيزا ديالك. اول حاجه اللي كينتبه لها القنصل في الدوسي ديالك خاصك تركز لي عليها هي كشف الحساب البنكي. كشف الحساب البنكي اخوتي من الافضل يكون عندك شويه، يكون قديم شويه، تكون فاتحه بواحد المده قديمه وتكون مروجه. والترويج اخوتي بزاف الناس غالطين في الترويج ديال الكونت. هو الترويج ديال الكونت كيفاش غتروج الكونت؟ كتروجو عن طريق لاكارت كيشي ديالك. هاد لاكارت كيشي ملي كتفتح الكونت ديالك في اي بنكه سياش ولا تجاري ولا اي بنكه، كتاخذ من عندهم كارت انترناسيونال ماشي ناسيونال، يعني كارت انترناسيونال كتدعم انك تشري بها خارج المغرب. هاد الكارطه كتشري بها خارج المغرب، كتمشي للمرجان مثلا كتقضي شي حاجه كتخلص بها، تاكل شي وجبه كتخلص هذيك الوجبه ديك بلا كارت كيشي. شي واحد من الاصدقاء ديالك ولا من الاقارب ديالك باغي تقضي شي حاجه كتخلص له انت ديك الحاجه بلا كارت كيشي ديالك وكيعطيك هو الكاش. هذا هو الترويج اللي كنهضر لكم عليه، ماشي الترويج ديال انه تخرج تالي ديال تخرج وتدخل مره ماشي مشكل انه تخرج يعني بالكارت كيشي من البنكه، حتى هي كتعتبر فيها متروج، ولكن مره من الافضل تركز لي على تشري خلص دخل خرج، راكم فاهمين بهاد السياسه هادي. والمبلغ اللي خصو يكون عندك اخوتي، هذا راه التجربه ديال واحد من الافراد ديال العائله ديالي، سبق له انه خدا الفيزا ديال اسبانيا. المبلغ كيبدا من 4000 درهم فما فوق، ما كيديرش داكشي كذاب. 4000 درهم، 5000 درهم. والشرط الثاني اللي كتركز عليه دوله اسبانيا ولا القنصليه بصفه عامه هو انه يكون عندك الاقدميه في العمل اللي انت خدام فيه. كل ما كانت عندك الاقدميه، واخا يكون عندك غير صالير يعني بسيط، تقدر تقبل في الفيزا، لانه عندك اقدميه. وتيقولوا هذا الشخص هذا عنده اقدميه ما يقدرش يفرط يعني في هذه الخدمه هذه، يعني ما غاديش باش انه يعني باش يهاجر ولا شي حاجه اخرى. الحاجه الثانيه اخوتي اللي هي ملي كتقدم لهم شهاده العمل او شهاده الاجازه، شهاده الاجازه كتكون فيها مثلا واحد المده ديال شهر 30 يوم مثلا، من تاريخ كذا وكذا الى تاريخ كذا وكذا. انت من تحجز البيت ديالك ديال تذكره الطيران، حاول دير فيه داك التاريخ ديال هذيك العطله اللي عندك، ما تزيد ما تنقص. حاول تزيد يعني مثلا عندك كما نقولوا لنفترض مثلا عندك نهار 5 في الشهر بدايه الاجازه ديالك، انت غتقطع البي نهار 6 في الشهر. وعندك مثلا تاريخ الدخول ديالك نهار 3 مثلا ولا 2 في الشهر القادم، يعني غادي دير انت نهار واحد غادي ترجع للمغرب، ولا نهار يعني نهار 30 في الشهر يعني التالي ديال الشهر كترجع للمغرب. الالي بيومين بعد، والروتور بيومين قبل. راكم فهمتوني علاش كنهضر لكم؟ علاش؟ لانه باش القنصليه كتاكد بانك انت غادي
في هذه المده هذه غادي تمشي تزور، يعني تمشي سياحه وغادي ترجع في التاريخ هذا بالضبط، يعني التاريخ ديال الاجازه ديالك. اغلبيه الشباب كيديروا هذا الخطا هذا، هو انهم كيقطعوا في التاريخ ديال الاجازه ديالهم، ولكن من بعد الاجازه كيزيدوا واحد اليوم ولا يومين. هذا خوتي راه عرف ان القنصل غيشوفك مقطع البي بهذه الشكل هذه، غيقول لك باي باي سلام، الدوسي ديالك ما غاديش تقبل. لا بد سميتو هي بهاد النقطه هذه، راه نقطه فاصله اخوتي كتعتبر ريزيرفاسيون ديال لوطيل. كدير ريزيرفاسيون ديال لوطيل النهار اللي باغي تمشي فيه، مثلا نتايا لدوله اسبانيا كدير واحد ريزيرفاسيون ديال لوطيل للمدينه اللي باغي تمشي ليها. كاين واحد الخطا راه كيديروه بزاف ديال الناس، هو انهم كيحجز حجز اوتيل في واحد لوطيل في واحد المدينه بعيده من ديك المدينه اللي غيمشي ليها. اوتيل اللي بغيت تحجزو اخويا ولا اختي يكون في المدينه اللي بغيت تمشي ليها، واخا غير نهار ولا يومين ماشي مشكل، لانه انت غادي تمشي ديك النهار غادي تريح في لوطيل ديالك، وديك الساعه غادي تكملها في مدن اخرى اللي بغيتي تزورهم ملي تمشي تما. هاد الخطا دار كينتبهوا ليه، وانك انت غادي لمدريد مثلا نقطع عليا اوتيل في برشلونه، غادي لبرشلونه نقطع عليا اوتيل في فالنسيا، فهمتي؟ هذا راه تنتبه ليه القنصليه، وكيكون سبب في الرفض الدوسي ديالك. لذلك حاول تيفيتيه وانتبه مزيان هاد النقطه هذه. شهاده العمل، شهاده كتقدم لهم واحد شهاده العمل كما قلت لكم، وشهاده الاجر، يعني شحال ديال الاجر كتاخذ، وكتقدم واحد ديكلاراسيون ديال لا سينيسيس بانك راك مديكلاري في لا سينيسيس. كتعتبر حتى هي نقطه مزيانه باش انه كتزيد دعم لك الدوسي ديالك. الحاجه المهمه والاهم من هادشي كامل، يعني الامبورتنت ثينكس في هادشي كامل، هي الروابط العائليه ولا الروابط اللي كتربطك بالبلد ديالك. يعني انت غتمشي دوله اسبانيا ولا فرنسا ولا اي دوله من دول شينغن، شنو هي الحاجه اللي غتخلي هاد القنصل هذا يعرفك بانك غادي ترجع لبلادك، ما غاديش تحرك تما في هذيك الدوله؟ اول حاجه، الا كنتي مثلا مزوج، كدير لهم واحد عقد زواج في الدوسي. عقد زواج كدير لهم في الدوسي. الا كانت عندك مثلا واحد السياره ولا موطور، كتشد الوراق ديال داك الموطور، بشحال شريتيه، شحال المده هو عندك داك الموطور، اين النوع، فهمتي؟ الرقم ديال التامين ديالو، المسائل كامله كتدخلها في الدوسي. يعني كتحاول التفاصيل كامله كديرها، ماشي غادي تكتب ليهم مثلا راني مزوج، راني عندي طياره، راني عندي سياره، راه عندي موطور وصافي. كيبغيو هما الدلائل، كتب ليهم وعطيهم البرهان. مزوج، عطيهم عقد بانك راك مزوج. عندك ابناء، عطيهم عقود ديال دوك الابناء اللي عندك. اي حاجه كتعطيها لهم بالدليل باش ما كتخليش لهم فين يدويو، فهمتوا؟ كاين واحد الحاجه اخرى اخوتي، هي الخطاب التحفيزي. الخطاب التحفيزي ما كيديروش بزاف ديال الناس. الخطاب التحفيزي كيفاش؟ هو انه كيفاش كتبين لهذاك القنصل بانك، فهمتي، واحد الرقي في انك مقدم على واحد التاشيره وباغي تمشي لواحد الدوله من اجل السياحه. هذا الخطاب التحفيزي اخوتي كتبين للقنصل الاماكن اللي باغي تمشي تزورهم، البلايص اللي باغي تستكشفهم يعني في دوله اسبانيا، وفيه كل شيء. فيه المواصلات اللي باغي تركب فيها، يعني المسائل. يعني راك عارف، حاول ما امكن انك تستكشف شويه في الثقافه الاسبانيه، باش القنصل كيقول هذا راه يعني عنده واحد الدرايه بالثقافه الاسبانيه، وكيكون يعني حتى هو يعني واحد النقطه مهمه مزيانه في قبول الدوسي ديالك. الحاجه الاخرى اخوتي اللي نبغي بنادم يركز لي عليها، عندك الاجازه ديالك. يعني حنا كندويو حنا على لي صالاري هنايا. مثلا انت راك خدام في واحد الشركه ولا في واحد الوظيفه، ملي كيوصل التاريخ ديال الاجازه ديالك اللي هي العطله، حاول ما امكن اخويا قبل ما يوصل التاريخ ديال الاجازه ديالك ولا التاريخ ديال العطله ديالك، طلب الفيزا بواحد المده طويله قبل. لانه راكم عارفين اخوتي، راه غير الموعد راه كيطول عاد باش انهم يفيريفيو الدوسي ديالك ويشوفوا واش انك مقبول ولا ماشي مقبول. راه كتاخذ حتى واحد المده، واحد الوقت، واحد بين 15 يوم حتى شهر. لذلك انت حاول تدفع على الدوسي هذا وتريق المسائل ديالك بواحد الشهر او بواحد 3 شهور قبل. علاش؟ باش تيفيتي لك جميع المشاكل. لانه انا كشفت بزاف واغلبيه الناس كيديروا تا كتوصل كتقرب الاجازه ديالو عاد باش كيدفعوا بشهر. راه كتدفع بشهر، راه هما راه غير رونديفو مثلا بغيتي تدفعوا، راه ما يردوا عليك حتى واحد المده طويله. لانكم عارفين اخوتي المغرب، ما دمت في المغرب فلا تستغرب اخي اختي، هذه طبيعه البلاد. لذلك انت حاول ما امكن ما تخلي حتى شي ثغره. راه اي ثغره بسيطه راه كتادي بك للهويه. الناس اللي كتبغي واحد النقطه ما وضحتهاش بالنسبه للحجز ديال لوطيل. الحجز ديال لوطيل كتحجزو، وريزيرفاسيون ديال البي ديال الطياره ولا الريزيرفاسيون ديال البي ديال مثلا كنتي غتمشي في البحر او عبر الجو، راه كتقطع انت البي ديالك وتكون مبدئيه يعني مؤقته
حتى كتخرج لك الفيزا ديك الساعه باش كتفيريفي، يعني كتزيد تاكد هذاك الحجز ديالك. فهمتوا؟ التامين اخوتي ديال السفر، التامين ديال السفر كتمشي للبنك اللي فاتح فيها الكونت ديالك، تما فين كدير التامين ديال السفر ديالك. حاول ما ديروش فشي بلاصه بعيده، غير في البنكه ديالك باش كتبين القنصل. ثاني حاجه، وهاد الكلمه المكرره اللي كنكررها بزاف، لانها اخوتي هي الركيزه ديال هاد الاساس ديال الدوسي ديالك، لانه راكم عارفين الاخوان والاخوات، كنشوف انا بزاف ديال الناس كترفض بسبب اخطاء بسيطه جدا، كتادي بك ان الدوسي ديالك ما يتقبلش، وكتعاود تدفع عاوتاني وخاسر مصاريف وشحال من حاجه. راه غير الفيزا، غير الرسوم ديال الفيزا خوتي راه 80 اورو بالنسبه للبالغين، و 40 اورو بالنسبه للشباب اللي من 6 سنين حتى 12 عام. يعني هنا كتشوف بانه راك خاسر، فهمتي؟ راه ضروري كتخسر واحد عاد عاوتاني فلوس ديال البي ال اس كونتاكت ملي كتمشي عاوتاني كتدفع عليهم حتى هما، وراكم عارفين اخوتي ما هي وما لونها. لذلك ركز ليا، وكما قلت لك ورقه وستيلو وسجل معايا هاد النصائح هادو المهمين، باش ان شاء الله باذن الله يكون القبول ديالك ان شاء الله باذن الرحمن الرحيم. بالنسبه للحاجه ديال الفندق، ما تحجزش اخويا شي حاجه من غير فندق. حجز فندق يكون محترم، وما يكونش فندق زايد. على مثلا انت عندك واحد الصالير ديال واحد 5000 درهم ولا 6000 درهم في العمل ديالك، ما تمشيش دير لهم واحد لوطيل مثلا الليله ديالو كتقام بواحد 60 70 اورو 80 100 اورو. فهمتي؟ حاول ما تغليش، اوطيل يكون بسيط ماشي مشكل، يكون بسيط رخيص شويه في الثمن، تكون ديك 30 يعني 30 40 ماكسيموم، ما يفوتش 50 اورو في الليله. 50 اورو في الليله هذه حنا كنقولوا هذه واحد يعني فهمتي راه مفوالي بالبيان، فهمتي؟ المهم من 50 اورو فما تحت، ما تزيد تطلع بزاف الثمن، حيت راكم عارفين اخوتي راه صالير، راه القنصل كيشوف الصالير ديالك وتيشوف الحجز ديال الفندق، تيقول راه هادشي ما فهمتي كاين شي خلل هنايا. يعني ما كاينش واحد ليكيليبر ما بين الصالير وما بين الفندق اللي كاري هاد الشخص هذا ولا اللي باغي يحجز. فهمتوا؟ كنتمنى نكون وضحت كل شيء. الا نسيت شي حاجه اخوتي ما وضحتهاش لكم، خلوها ليا في لي كومونتير، كتب لي كومونتير اخويا ديالك، غادي نجاوبك عليها. كنجاوب على جميع لي كومونتيرات زوينين، وكنبغي نشكر من هذا المنبر الناس الاوفياء اللي تيشاهدوني دائما في اي فيديو كنرميه، وكيخلوني الاعجابات ولي لايك، وتيشتركوا في لاشين، وتيبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. شكرا لكم جزيل الشكر. هاد القناه طالعه بفضل الله ثم انتم، وهذا الشيء اللي كاين اخوتي في هذا الفيديو هذا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. اراكم في فيديو قادم، اودعكم والى ملقى اخر.